بالنسبة للكبدة حنديروا لها شوية قرفة وشوية حرارات معاها الملح، ونخلط المكونات كلها مع بعضها شوية وتطيب الكبدة بما أنها طازة وكبدة خروف. نغطوا عليها ونستنوها تطيب بين ما درنا الرز. للرز عندي رز حبة طويلة، بسم الله. نحط منها تقريبا نص كيلو، نغسلوه على السريع باش نطيبوه. والرز حتى هو بنحط له شوية سمن حيواني. وعندي مرقة اللحم حنحط منها 2 مكعبات للنص كيلو. زي العادة بنخليهم يدوبوا في الدهن، أي سمن أو زيت ندوبوها لين تتحمص. بعدها نحطوا عليها الرز المغسول، بسم الله. ونحركوا المكونات كلها مع بعضها. حنحطوا لها شوية من توابل الرز، وآخر حاجة نصبوا المية، بسم الله. ونغطوا عليه ونخلوه يطيب على نار هادية. وناخدوا الزبيب نديروا له غسلة باش نحطوه في وسط الرز. تقدروا تقلوا عليه راحتكم. وبعد ما طاب الرز ننزلوا عليه الزبيب ونغموه، ونصبوا له اللوز، واخر حاجة الكبدة، ونخلط الرز متاعنا باش يكون واتي. ولسلطة البابا غنوج باللبنة عندي بابا غنوج واتي مدخن وكشيك من الجبنة الكريمية، وعندي هنا لبنة، بسم الله. نحطه حتى هي منها كشيك. وعندي هنا صوص طحينة لأنها فصلي مقارص فأنا مش حندير. ودبس رمان، شوية معدنوس، شوية ملح، وآخر حاجة التومة الجافة. تقدروا تحطوا لها حتى تومة خضراء. ونحركوا المكونات كلها مع بعضها وهيك سلطتنا واتية. نحطوا أول حاجة للبراونيز 3 دحيات، ونص طاسة من السكر البني، ونص طاسة من السكر الأبيض، وكشيك من الفانيليا. ونخلطوا المكونات كلها مع بعضها، بسم الله. ونحطوا نص كوب من الزبدة، وكوب من الشوكولاتة السايحة، وكشيك كبير من زبدة البشقطي، بسم الله. نص كوب كاكاو معاها كشيك من النسكافيه، وآخر حاجة نص كوب من الدقيق، بسم الله. ونخلطوا المكونات كلها مع بعضها، بسم الله. وفي طاجين مدهون نحطوا الخليط متاعنا، بسم الله. أهم حاجة الطاجين تكون القاعدة متاعها متحركة. وندخلوها الكوشة على درجة حرارة 180 لين تطيب. نحطوا كوب ونص